أخدت شوية وقت علشان أفوق من النوم، والتليفون ما بطلش رن لحظة. مدت إيدي أخيرا ورفعت السماعة المتلجة وحطيتها على ودني، وبتردد أعتقد ما تقدرش تلومني عليه قلت: ألو. جاوبني نفس صوت النفس التقيل المرهق اللي بيقول إن صاحبه في طريقه علشان يتعلق في حبل المشنقة. ألو. كررتها ومستني رد، وجالي الرد من صوت حد بيتكلم بخبث بيقول: ازيك يا حسين؟ بس أنا مش حسين. أهلا بكم من جديد، معكم أيمن أبو العلا، ودي قناة قارئ. النهاردة مع حكاية خفيفة بعد غياب الفترة اللي فاتت، وهي حكاية المكالمة الأخيرة. إن شاء الله تنول إعجابكم. يا ريت ما تنساش تكتب لي رأيك في الكومنتات، والمرة دي اللي هيرد عليك ال AI مش أنا. كل اللي هيكتب كومنت ال AI اللي هيرد عليه. يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وما تنساش إخواتنا في الدعاء ليهم، ربنا ينصرهم إن شاء الله. ويلا بينا نشوف القصة بتقول إيه. قليلة جدا الحاجات اللي بتثير اهتمامي، وده اللي خلاني أشهر صحفي في المدينة. أنا يا عزيزي ما بكتبش عن كل التفاهات اللي بيكتبها الصحفيين عمال على بطال. في رأيي اللي بيكتبوه ما يسواش تمن الحبر اللي بيطبع بيه. أكتر حاجة بتثير اهتمامي بجد هي المواضيع اللي بكتبها. صحيح إن ده معناه إني بشتغل أقل من زمايلي بكتير، بس أنا بكسب أكتر منهم بكتير. والموضوع بسيط وواضح: حافظ على اسمك هيرتفع سعرك. لكن لو ضيعت عمرك في الكتابة عن كل السخافات اللي في الدنيا هتتحول لواحدة من السخافات دي. لكن لو حافظت على اسمك ومكانتك، صدقني هيتنافس الكل علشان بس يقدروا يحصلوا على سطر من اللي بتكتبه، ومقالة واحدة من مقالاتك هتكسبك قد اللي 10 من زمايلك بيكسبوه في شهور شغل متعب ومرهق. الموضوع ده طبعا بيحتاج لقوة إرادة غير طبيعية، وعين ثاقبة بتدور من غير كلل أو ملل عن المواضيع المثيرة للاهتمام، وأكيد لشوية علاقات علشان تسهل لك الوصول للمواضيع دي. علشان كده أول ما رأفت صاحبي اتصل بيا عرفت إنه أكيد عنده اللي يثير اهتمامي. رأفت بيعاني زي من حالة فقدان الاهتمام بأي حاجة، وده اللي خلاه مناسب جدا إن يكون مدير لأحد السجون. وعلى حد قوله، في السجن حقيقي هتلاقي أنماط كتير ومختلفة من البشر مثيرة للاهتمام. هناك هتلاقي قصص تستحق تتحكي، وأشخاص يستحقوا فعلا تديهم جزء من وقتك الثمين. علشان كده أول ما اتصل بيا رأفت وطلب مني أجيله بسرعة، عرفت إن أكيد هطلع بقصة تستحق تمن الحبر اللي هتطبع بيه. خاصة إني شميت ريحة جديدة في طريقة كلامه المرة دي، ريحة خوف. ودي ريحة من الصعب تلاقيها في صوت مدير سجن بيقضي أغلب وقته في وسط الحرامية والقتلة والمغتصبين وغيرهم من أسوأ المجرمين. مدير سجن بيشرف يوميا على إعدام أو 2، ويستقبل بدلهم العشرات
علشان كده ما عداش نص ساعة من اتصاله بيا وكنت في مكتبه مستنيه انه يتمالك اعصابه علشان يحكي لي اللي حصل بالظبط. واخيرا اتكلم، وكان اول حاجة قالها هي: بص، انا مش عارف تفسير للي هحكي لك عليه ده، فما تطلبش مني افسر لك حاجة. كل اللي طالبه منك تسمعني وتركز معايا. انت عارف طبعا ان كل سجن فيه بدروم بيكون ارشيف خاص بيه علشان نشيل فيه السجلات القديمة للمساجين الاعتياديين وغيرهم من اللي بيتم اعدامهم من غير ما حد يطالب بجثامينهم او اي متعلقات ليهم. وطبعا عارف ان اي بدروم ما يستحقش يكون اسمه بدروم من غير ما يكون فيه اطنان من الغبار وانسجة العنكبوت. علشان كده ما بندخلوش الا للضرورة القصوى، وفي الغالب ده ما بيحصلش غير كل كام سنة. وليلة امبارح كانت من الليالي السوداء اللي اضطرينا فيها نفتح البدروم علشان ندور على شوية ملفات قديمة، ومش مهم السبب، المهم اللي لقيناه هناك. قال كده وهو بيمد ايده تحت المكتب وطلع تليفون معدني قديم من اللي كانوا بيستخدموه زمان بقرص، وأجزاؤه معظمها مصدي وطالع منه سلك مقطوع وباين عليه إنه حد منظف الغبار من عليه بعدم اهتمام. أنا شفت كده وقلت بصوت عالي وأنا متنرفز: هو ده اللي جايبني علشانه؟ تليفون قديم؟ المسه بس. نعم، بقولك المسه بإيدك بس وشوف. قالها بنبرة ما تستحملش نقاش، فمديت إيدي بتردد علشان ألمس التليفون، كأني مسكت حتة تلج. لا، ده حتى التلج مش بالبرودة دي. متلج صح؟ ده انتوا لو لقيتوه في القطب الشمالي مش هيكون بالبرودة دي. بس برضو عارف، أكيد ما كلمتكش علشان تيجي تلمس تليفون قديم متلج بيحتفظ ببرودته مهما كانت درجة حرارة الجو. طبعا دي حاجة غريبة، لكن ما تثيرش اهتمامي زيك بالظبط. دلوقتي لو سمحت ارفع سماعة التليفون وحطها على ودنك. بصراحة هنا حسيت الموضوع انه سخيف جدا. ايه اللي يخليني احط سماعة تليفون سلكه مقطوع على ودني الا لو كنت عايز اجمد راسي ببرودته الغير طبيعية دي؟ هنا رأفت لاحظ ترددي فقال لي: تمام، هشرح لك الموضوع الاول. التليفون ده بنسميه في السجن تليفون المكالمة الأخيرة. عادة اللي بيكون هيتنفذ فيهم حكم الإعدام بيسمح ليهم بمكالمة واحدة أخيرة قبل تنفيذ الحكم، وغالبا المكالمة دي بتكون عبارة عن بكاء متبادل وندم بعد فوات الأوان، ثم إنك مش هتكلم أي شخص وخلاص، لازم تفكر كويس هتكلم مين بالظبط وهتقول إيه. المكالمات دي بيتم تسجيلها وما بيكونش مسموح بسماعها إلا للضرورة القصوى. قلت وبدأت أشكل استنتاج في ذهني: وفين التسجيلات دي دلوقتي؟ رد عليا وكأنه مش عاوز يرد على السؤال: مش هتحتاجها، حط السماعة على ودنك لوقت كافي وهتسمع كل حاجة. ما عنديش أي تفسير زي ما قلت لك قبل كده، لسبب ما وبطريقة عاجز عن استيعابها التليفون ده متسجل عليه كتير من المكالمات اللي تمت من عليه، ولو حطيت السماعة على ودنك لوقت كافي هتبدأ تسمع المكالمات واحدة ورا التانية. قال كده وانا ضحكت بذهول وقلت له: بس ده مستحيل رأفت، لو ده مقلب سخيف فتقدر تفك التليفون حتة حتة وتتأكد بنفسك. وبالمناسبة انا عملت كده بالظبط وما لقيتش حاجة غريبة، مجرد تليفون قديم بايظ ومش شغال بالمرة، مجرد تليفون متلج وبيعيد المكالمات اللي تمت عليه للي اتشنقوا بالفعل. فضلت باصص للتليفون عاجز عن الوصول لأي حل منطقي للغز ده. من جوايا الصحفي في أعماقي بيصرخ: فعلا حاجة غريبة ومثيرة للاهتمام، ده شيء فعلا يستحق انك تكتب عنه، ما تضيعش الفرصة وإلا هتندم.
ولقيتني بسأل ببطء: طب ممكن تليفونك اعتبره ملكك؟ بصراحة فاجئني رده السريع، وهو لاحظ ده فكمل: محدش محتاجه ومحدش هيطالب بيه. ما هو أنا مش هقضي بقية عمري بسمع مكالمات المحكوم عليهم بالإعدام. لو شايف إنه مثير لاهتمامك اتفضل خده. هنا بصراحة تجاهلت وقاري المعتاد وبرودة التليفون الغير طبيعية، ومديت إيدي وخدته من على المكتب، وقمت وقفت علشان أمشي وأنا بقول: طب أستأذنك، أنا لازم أمشي دلوقتي علشان غالبا قدامي ليلة شغل طويلة. ومشيت بسرعة قبل ما أسمع رده. ولقد كانت ليلة من الشغل لوقت طويل بجد. ولو شافني حد في الليلة دي كان هيفتكرني اتجننت وأنا ماسك سماعة تليفون قديم وبايظ ما فيهوش حرارة وبكتب اللي بسمعه. في البداية ما حصلش حاجة أبدا. كل اللي حصل إن أطراف وداني وصوابعي ازرقت من برودة التليفون اللي ما بترحمش. وبعدين بدأت الأصوات تيجي من بعيد، مش واضحة ومشوشة بطريقة مزعجة، بس في النهاية بقت أكتر وضوح وبقت تستحق تسمعها تمهيدا لكتابتها. هوصف لك اللي سمعته: صوت أنفاس تقيلة، أنفاس راجل هيتعدم بعد دقايق، أنفاس راجل عارف كويس إن اللي هيقوله دلوقتي هيكون آخر حاجة هينطق بيها لسانه، إن اللي هيكلمه هيكون آخر دليل على إنه كان عايش وكان في ناس تعرفه. أحيانا الأنفاس التقيلة دي كانت بتتحول لمرح زايد، ودي هستيريا ما قبل الموت اللي بتصيب بعض المقبلين على الموت. الناس دي بيهزروا ويضحكوا بصورة مبالغ فيها، وبيتحول كل ده لصراخ رهيب أول ما يغطوا وشهم بالكيس الأسود قبل الإعدام. وأحيانا بتتحول الأنفاس دي برضو لبكاء مرير. في مكالمة من اللي سمعتهم الليلة دي كانت لمحكوم عليه بالإعدام بيحاول يتصل ببنته علشان يسمع صوتها للمرة الأخيرة، بس هي مردتش، وفضل يكلم نفسه كأنه بيكلمها، كأنه بيسيب رسالة للأثير يمكن يرحمه ويوصل رسالته لبنته. والحقيقة إن اللي بيستقبلوا المكالمات دي ما بيكونوش في حال أفضل. تخيل إن أبوك أو أخوك أو صديق ليك بيتصل علشان يقولك إنه بعد دقايق هيموت، بس هو محتاج يسمع صوتك للمرة الأخيرة. يا ترى هتقوله إيه؟ وإيه إحساسك وقتها؟ طبعا شيء قاسي، مش كده؟ واحد تاني محكوم عليه فضل يتكلم مع مراته وقت طويل، فضل يعتذر لها عن كل حاجة وطلب منها تدعيله بالرحمة، واكتشف في النهاية إن الرقم غلط، وإن اللي كان بيكلمها افتكرت إن في حد بيهزر معاها فندهت على جوزها اللي طبعا اداله شوية حسنات أخيرة بشتايم ما ينفعش أذكرها هنا. بالطريقة دي مرت عليا الساعات الطويلة بتقل لحد ما طلع الفجر أخيرا، فحطيت سماعة التليفون مكانها وحطيت قماشة دافية على ودني وفضلت أفكر: أنا هحكي إزاي كل ده؟ هل أقول إنه تليفون مسكون؟ الكل هيتريق عليا طبعا. طب أقول إيه؟ طب أقول إني قدرت أطلع على التسجيلات بطريقة ما؟ لا، ده ممكن جدا يضر رأفت. طب إيه الحل بس؟ أنا في رأيي التليفون ده احتفظ بالمكالمات دي لحكمة معينة، ودوري إني أعمل أي حاجة علشان ما تنتهيش الحكايات دي بنهاية التليفون. لازم أكتبها وأنشرها، لازم أضمن لها إنها تعيش، بس إزاي؟ أيوه، لقيتها. الحل الوحيد إني أحكيها على إنها قصص من نسج الخيال وبس، واللي هيدور على نفسه فيها هيلاقي اللي هو عايزه. أنا متأكد إنها هتكون قصص مثيرة جدا، وهتكون نقلة في تاريخ الصحفي.
بس سيبنا من ده كله دلوقتي. أنا من حقي دلوقتي أنام بعد الليلة الطويلة اللي قضيتها مع مكالمات الموتى دي. من حقي أنام. الغريب بقى إني لما صحيت من النوم لاحظت حاجة غريبة. أولا، الوقت بالليل، أنا كده نمت النهار كله بقى. ثانيا، الجو في الأوضة ساقع جدا، مع إننا في أغسطس وأنا ما عنديش جهاز تكييف. أنا أصلا بكره الهواء الاصطناعي اللي بيطلع من التكييف. طب البرودة دي جاية منين؟ لا، والأهم من كل ده إن صحيت على صوت جرس تليفون بيرن. صوت جرس قديم ما تعودتش أسمع زيه من زمن طويل. صوت جرس تليفون عالي كأنه بيحذرك إنك اوعى ما تردش عليه. صوت جاي من تليفون قديم سلكه مقطوع، بتسمع فيه مكالمات ناس ماتوا. رأفت ما قاليش إن التليفون بيرن أصلا، وأنا مش هستغرب طبعا. التليفون أصلا مفيش حاجة فيه طبيعية، وكونه بيرن فدي مش أغرب حاجة بيعملها لحد دلوقتي. لكن السؤال المهم بجد، يا ترى مين بيتصل أصلا؟ أخدت شوية وقت علشان أفوق من النوم، والتليفون ما بطلش رن لحظة. مدت إيدي أخيرا ورفعت السماعة المتلجة وحطيتها على ودني، وبتردد أعتقد ما تقدرش تلومني عليه قلت: ألو. جاوبني نفس صوت النفس التقيل المرهق اللي بيقول إن صاحبه في طريقه علشان يتعلق في حبل المشنقة. ألو. كررتها ومستني رد، وجالي الرد من صوت حد بيتكلم بخبث بيقول: ازيك يا حسين؟ بس أنا مش حسين. حاولت أقولها بس نفس الصوت كمل: أنا رايح أوضة الإعدام بعد شوية. الناس هنا سمحولي بالمكالمة دي، وبصراحة قلت إنه عادي لما نتشارك ونفتكر شوية ذكريات جميلة من ذكرياتنا. انت عارف، الشيء الوحيد اللي ندمت عليه بجد إني سمحت لهم يمسكوني. طول المدة اللي فاتت ما كنتش بحلم غير بمغامراتنا مع بعض يا حسين. وسكت شوية وبعدين قال: فاكر كنا بنعملها ازاي؟ نقضي الليل كله ندور على هدفنا قبل ما نقطره لحد ما يكون في مكان محدش شايفنا فيه. بعدها نهجم عليه ونضربه على دماغه ونفقده الوعي بسرعة من غير حتى ما هو يحس باللي حصل. فاكر يا حسين؟ فاكر كنا بنشيله ازاي بعدها ونحطه في عربيتك وعلى بيتنا البعيد على طول؟ كنا بنجيبه هنا ونربطه كويس من ايده ورجله ونبدأ نفوقه، وهنا بقى المتعة كلها بتبدأ. كنت دايما اغلبك يا حسين، كنت دايما احافظ على حياة الهدف لأطول فترة ممكنة، وانت كنت بتقتله بسرعة مش عارف ليه. فاكر رقمنا القياسي؟ 18 ساعة و43 دقيقة. الراجل ده فضل عايش 18 ساعة و43 دقيقة كاملين. يومها أثبتت لك صحة نظريتي، لو قطعت رجله من تحت الركبة هينزف أقل ويفضل عايش لفترة أطول. لحد هنا كانت برودة الرعب جوايا أشد وأقصى من برودة التليفون. الراجل ده بيتكلم عن إيه بالظبط؟ حسين، أنا لسه فاكر فكرتك إنك تعلق محلول للضحية أثناء تقطيع أطرافه، وإزاي إن الفكرة دي هتطول فترة بقائه 3 ساعات كاملين. أنت عارف، الحاجة الوحيدة اللي كنت خايف منها هو إن تفضل الضحية عايشة بعد كل ده. أنا بصراحة محبش أضطر أخنق راجل بعد ما فصلنا دراعاته ورجليه. صدقني كنت هحس إني ندل لو عملت كده. ندل؟
ده مجنون. الأيام دي خلصت خلاص للأسف يوم ما قبضوا عليا. ما أعتقدش إنك هتكمل لوحدك. أنا عارف إنك قلتلي إنك هتكمل، بس أشك مش هتستمتع لوحدك، وعلشان كده هدفنا الأخير هينجو من اللي كنا محضرينهوله. أنت فاكر اسمه؟ أنا مش فاكر بصراحة. الصحفي الطويل ده اللي عايش لوحده ده، احنا كنا هنتبسط قوي معاه، خصوصا اننا قررنا ان المرة دي تكون في بيته. بس اتقبض عليا للأسف يا حسين. قبضوا عليا ولحد دلوقتي بيدوروا عليك. بس ما تخافش ما تخافش، انا ما قلتش اي معلومات عنك ابدا. هفتقدك بجد يا حسين. بس يا ترى انت كمان هتفتقدني؟ فجأة صوته بقى أكتر جدية مع آخر كلماته وقال: سلام يا حسين. وقفل الخط وسابني بترعش. أنا ببطء حطيت السماعة مكانها وقعدت على طرف السرير بحاول أستوعب اللي سمعته. دول قاتلين مجانين بالقتل، واحد منهم تم إعدامه بالفعل والتاني ما اتقبضش عليه واسمه حسين، وممكن جدا يلقى متعته في انه يكمل مغامرات القتل لوحده، وانا دلوقتي الوحيد اللي يعرف سرهم. المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ رأفت لازم اتصل بيه حالا وابلغه بكل حاجة. فجأة خدت خبطة على دماغي والدنيا ضلمت. لما صحيت المرة دي كان كل شيء غير طبيعي. كنت متكتف في صالة شقة ومربوط في كرسي تقيل، وفي حد حاطط في بقي حتة قماشة علشان يضمن ان صراخاتي عمرها ما هتقاطع متعته. وبرغم انه كان لابس قناع على وشه، بس انا عرفته ده حسين طبعا. دلوقتي بس انا عرفت التليفون رنلي ليه، علشان يحذرني. كان عايز ينقذ حياتي، بس أنا للأسف اتأخرت في الفهم. دلوقتي حسين بينظف المشرط بعناية وهدوء شديد علشان يبدأ مغامرته الجديدة. دلوقتي بس فهمت، بس بعد فوات الأوان.